السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فاطمة عقروش. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب. اليوم غادي نحضروا عشاء خفيف ظريف كيجي بنين 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 بزاف. جربوه بداك الشيء اللي كاين موجود عندكم من الخضر في الدار. غادي تحضروا به هاد البايلا اللي بالصداير تاع الدجاج، وجدتهم هنا غير بالجزر. يعني البايلا بالصدر ديال الدجاج والخضره غير الجزر اللي كاين، يعني خيزو اللي كاين عندي هو اللي حضرت به. قلبت في الثلاجه لقيت غير اللفت البلديه والبطاطا الحلوه، البطاطا القصبيه ما غاديش يصلح لي في البايلا، اذا غادي نوجد غير بالخيزو. هي الا كانت عندكم ديك القرعه كورجيت كيصلح بها هاد البايلا، كتزيدوها حتى هي مع الجزر كتجي رائعه. هنا وجدتها كما قلت لكم بالجزر والفلفله، فلفله حبه خضراء وفلفله صفراء اللي سبق وحضرتها معاكم ودرتها في الكونجيلاتور. فوقاش ما احتاجيتها سواء البيتزا سواء لي صوصون اي حاجه كنجبدوها وكنحضروا بها داكشي اللي بغينا. هنا درت بصله كبيره مشلوضه على هذا الشكل، شويه الزيت وغادي نشحرها مزيان مزيان حتى تنزل. وعندي الدجاج هنا، صدر الدجاج قطعته. طبيعه الحال الدجاج كان مرقد مزيان مزيان في الملحه، يعني مملح مزيان، الملحه والحامض طبعا. غادي نقطع الصدر ديال الدجاج نتاعي، ومن بعد ما غادي تنزل البصله غادي نضيف الصدر ديال الدجاج على هذا الشكل هذا مقطع طريفات صغار، وغادي نشحرهم حتى هما مزيان مزيان. نطيهم ونجيبهم في المقله. اللي زوين في هذا العشاء ما كيجيش ميدم، يعني واحد شويه زيت الزيتون او زيت المائده صافي، وكتشحروا داك الشيء كامل، يعني بلا كثره اليدان كيجي رائع وسهل دغيا. يعني كتشحروا يعني وتقدروه وتخليوه يطيب على خاطره. غادي نضيف الملحه هنايا. طبعا الملح درت هذا الشيء لان مازال الرز غادي نضيف الرز ونضيف الفلفله، ولكن ما غاديش نضيف الملحه لان الدجاج عندي مملح مزيان مزيان. تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال البزار ما عمراش صافي. وغادي ندوز مزيان داك الشيء بهذا الشكل هذا باش تدخل الملحه والبزار في البصله والدجاج. صافي كنبقاو على هذا الشكل حتى كتشحر لنا شويه ديال داك الدجاج يتشحر مزيان. وطبعا مع التحريك لان راكم عارفين كنكون العافيه فاش كنكونوا كنشحروا ما كنقصوش البوطه بزاف باش كيتشحر لنا بلا ما يطلق داك الدجاج الماء ديالو ويبس. كنجهدوا البوطه باش يتشحر وحنا رادين البال معاه كنحركوا. دابا غادي نضيف الجزر. هانتوما قطعتو على هذا الشكل هذا تقريبا واحد 4 الحبات ديال الجزرات او خريزويات، هانتوما على هذا الشكل هذا. حتى هما غادي نحركهم مزيان. كيجي بنين هاد الطايله هذه كتجي بنينه، غير جربوها ما غاديش تستغناو عليها العشاء. ويعني وكتستافدوا من الخضر، كتستافدوا من الرز، وبطبيعه الحال من الدجاج كتجي زوينه زوينه زوينه. على فكره ممكن كنديروا جوينحات نتاع الدجاج كنشحروهم مزيان مزيان وكنحيدوهم وعاد كنديروا الخضره باش ما يديرونجيوناش ملي كنكونوا كنحركوا الخضيره ديالنا. كنشحروهم مزيان مزيان نقليوهم يعني مزيان وكنحيدوهم على جنب واحد الطبيصل حتى كنشحروا الخضيره وكنوضعوهم من الفوق، وعاد كنضيفوا الرز ديالنا. غادي نخليوه كيتشحر هكا مزيان الخضيره ديالنا، وغادي نضيفوا الفلفله. هنا هذه الفلفله اللي حضرت معاكم سبق وحطيتها معاكم
مقطعه رقيقه الوقيته ديالها ودرتها في الكونجيلاتور. دابا غادي نغسلها بالماء اللي تحيد منها داك الثلج، وغادي نضيفها على على الخضيره والدجاج اللي تشحروا. غادي نضيفها عليهم لان هي راه دغيا غادي تشحر. وغادي نضيف فلفله خضراء. هاد الفلفله الخضراء حتى هي غادي نقطعها رقيقه بحال هاد الشكل هذا. الا كانت حتى الفلفله الحمراء كتضيفوها حتى هي كتجي زوينه في هاد الفايله. انا بقات لي غير هاد الفلفله الخضراء، الفلفله الصفراء. غادي نقطع فلفله خضراء حتى هي رقيقه. بالنسبه للتقطاع هكا قطعته صغير، راه ممكن نقطعوه طويل مثلا الجزر رقيق وطويل والفلفله طويله. هي انا الوقيته يعني ما بقاتليش صافي، وكنقطع كلشي رقيق باش يجي داكشي خفيف ظريف كيوجد بسرعه ويعني وشهي. الاهم انه بنين. صافي غادي نضيف هاد الفلفله خضراء وغادي نشحر الكل مزيان مزيان. دائما مع التحريك ما كنهداش من التحريك، يعني كنبقى راده البال لان النار شويه ماشي ناقصه تشحر باش ما يطلقش الماء ديالها. غير جربوا هاد الطايله هذه كتجي زوينه وسهله في التحضير. بالنسبه لكم كنتوا وصلتوا حتى لهنا وباقي ما درتوش لايك، ما تنساوش اللايك وما تنساوش التعاليق ديالكم الزوينه كيف ما عودتونا. ومرحبا بكم والف مرحبا. وإلا كنتوا باقي ما اشتركتوش معنا ما عليكم الا تشتركوا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. غادي نضيف واحد شويه ديال البزار، واحد معلقه تقريبا ديال الخرقوم. الملحه ما ضفتش هنا الملحه، علاش؟ لان عندي الدجاج مملح مزيان مزيان. وغادي نضيف حتى لاصوص الصوجا. هي كيف ما يعني معلومه بانها يعني مالحه، مشات لي ديك مالحه حاره مع مالحه. لاصوص الصوجا حتى هي مالحه، لهذا ما ضفتش الملحه. والدجاج عندي مملح مزيان مزيان وبلا داك شويه الملحه اللي درت في الاول مع البصله والدجاج. يعني غادي يبحرا يجي هو هذاك. في حاله الا كنتو الدجاج نتوما ما مملحينوش مزيان غادي تضيفوا شويه د الملحه باش تجيكم الطايله بنينه. هنا ضفت شويه لاصوص الصوجا وغادي نحرك مزيان مزيان. وطبعا الرز تقريبا زلافه ديال الرز نقيتها وغسلتها وخليتها كتسقطر في واحد الشبكه حتى غادي نشحر هذا الشيء. وغادي نضيف الرز وعاد نمرق. الرائحه طالعه يا سلام زوينه. هنايا نسيت واحد الوريقه سيدنا موسى، الا كانت عندكم ممكن تضيفوها كتجي حتى هي كتعطي البنه ديالها. هنا نسيتها الصراحه. هانتوما زليفه د الرز غسلتها مزيان وغادي نضيفها وحتى هي ندوزها شويه تشحر مع ديك الخضيره صافي. وغادي نمرق كنشحرها غير شويه. كما قلنا كيستافد الواحد من الخضيره ومن الرز. كنحرك مزيان مزيان ونشحر. بالنسبه كتسمعوا الوليدات صداع الوليدات راه عندي السرجم على الدرب. وكيلعبوا الوليدات برا. هذاك الشيء علاش كتسمعوا الصداع بزاف تاع الوليدات برا في الزنقه. زعما خليت داك الشيء على طبيعته. مع دابا هاد الاضرابات الوليدات جالسين الله يجعل سيدي ربي يصلح الاوضاع تاع الجميع يا ربي، وينجح وليدات المسلمين كاملين يا ربي ويوفقهم لما فيه الخير. دابا غادي نمرق
بعدا غادي نضيف واحد الضريس نتاع الثومه، ضريس فقط، كيزيدها واحد البنه زوينه. هاد الطايله غير جربوها، راه كتجي زوينه ما كتبقاش باينه نهائيا. اللي جربوها راه غتعجبكم ان شاء الله بحول الله. واللي جربها ما تنساوناش من التعاليق ديالكم، خليونا التعاليق كيفاش جاتكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بطبيعه الحال نهضر مع الناس المبتدئين اللي باقيين عاد بادئين. ما تبارك الله الناس راه كلشي كيعرفوا يديروا بزاف الطرق ديال الرز ديال العشاء او الغداء. علاش لا حتى في الغداء، كاين اللي كيبغيها حتى في الغداء. ان شاء الله خليونا التعاليق ديالكم ان شاء الله بحول الله. ومرحبا بكم. الا كانت كتعجبكم الطايله ندير معكم ان شاء الله، خليونا التعاليق وندير معكم حتى الطايله ديال الحوت كتجي هائله. صافي غادي نحرك شويه على ما غير تشحر لي شويه داك الثومه اللي بقات في التالي اللي زدناها. صافي وغادي نمرقها. بالنسبه للماء كندير حتى كنغطي داك الرز كامل بالماء. باش ما كنضيفش الماء من بعد تمريقه وحده. وغادي نقص النار تماما، لان الا خليتو النار مجهده راه دغيا غادي يشرب وهو باقي ما طاب. من الاحسن غادي تنقصوا النار تماما باش ايضا ما غاديش تطلع الغليه وتفيض لكم ديك المرقه على البوطه ديالكم. بالنسبه الى واخا نقصتوا النار وبدات كتبقبق يعني كتخرج داك الفقاعات ديالها، غادي ديروا غير واحد المعلقه تحت الغطاء ديال المقله او لا ديال الطنيجره اللي كطيبوا فيها. صافي وغادي تخليوها على ما تشرب واحد شويه. صافي وكتسدوا عليها في مره. النار تكون ناقصه بزاف وراه كيطيب بسرعه. غير نقصوا النار جهد ما تطلع الغليه، نقصوا النار تماما وخليوها تطيب على خاطرها، لان الا ما نقصتوش النار هذا الماء ما غيكونش كافيكم للطياب. صافي غادي نخليها تطيب على خاطرها ونرجع معاكم. راه ما كتاخذش وقت كتير باش كطيب، راه بسرعه. دابا قبل ما غادي تشرب من الماء غادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر. غادي نحكو بين يديا بحال هذا الشكل هذا وكندردرو من الفوق وهو باقي فيه الماء. هانتوما كتشوفوا الفقاعات. وغادي نسد عليها ونخليها حتى تنشف تماما، ما يبقاش فيه داك الرز الماء، يولي بحال مبخر. صافي غادي نغطي ونرجع معكم منين طيب. الان طابت البايله ديالنا طايبه. طفيت على النار ولكن باقيه سخونه، رائحه يا سلام، ما نعاود لكمش عليها. بالنسبه للناس اللي كتبغي الحار راه غديروا شويه السودانيه. فاش تكونوا يعني كتديروا العطريه ديروا شويه السودانيه كتجي بنينه. بالنسبه اللي ما كيبغيش الحار معليش، ولكن واخا هكاك جايه بنينه بزاف بزاف. هانتوما الرز مفرد، كل حبه مفرقه على اختها وطايب، وشنو نقول لكم، وناشف من الماء. بنين 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 بزاف. غير جربوها ما غتستغناوش عليها للعشاء مره اخرى باي خضره كانت عندكم في الثلاجه. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال الهريسه في الوسط بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحر. هذه حاره بزاف، غنديرها غير في الوسط باش اللي ما كيبغيش الحر ما غاديش ياكلها. صافي وغادي نغطي عليها ونحطها. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساونيش من لي لايك وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا لكم بزاف، شكرا اللي كيشجعونا وشكرا اللي كيسولوا فينا، شكرا كاع الناس اللي كيهمهم الامر ديالنا. مرحبا بكم، الف مرحبا ومع السلامه.